أنا عندي معلومة إن الكلى أصلًا ما بتدّكش إنذار إن هي هتتعب. اي حد بيقعد على القهوه ماسك الشيشه ومعاها السيجاره، ليه بقى هو بيعمل كده؟ السجاير فيها حديد كتير جدا، والشيشه فيها حديد كتير، والشاي بيشيل الحديد من الجسم، فهو ما بيقدرش يستحمل ان هو ما يشربش شاي الا مع الشيشه. تدخين فيه معدن اسمه الكادميوم. الكادميوم ده بيقفل مستقبلات الخليه في الكليه. وانا في كندا شركه كبيره جدا من اليابان بعتت فار تجارب للمعمل، والفار التجارب ده حقنوه بالماده اللي هي موجوده في السجاير، ماده الكادميوم دي، وبعد كده بعتوا لنا 5 6 اكياس، كل كيس فيه عضو من الاعضاء، وقالوا لنا بقى شوفوا لنا الكادميوم ده اللي احنا حقنا بيه راح فين. تخيلي، في الرئة؟ كله دخل في الكليه. عشان كده تلاقي كل اللي بيدخنوا في الاخر خالص بيروحوا يغسلوا كلى.